السلام عليكم. انا هجيب لك الدليل العشرمية على ان نادي الزمالك هو نادي القرن بحقيقة. خرج علينا الاعلامي المحايد الاعلامي ابراهيم فايق في تويتة كده او بوست كتب فيه ان ملوش لازمة بقى ان احنا نكمل في البطولة طالما هنلعب على الثالث والرابع، لان الثالث والرابع دي حاجة رمزية ملهاش اي 30 لازمة. وبعد كده عدل البوست لما لقى التعليقات بتقول له طب انتوا صدعتوا دماغنا بان الاهلي كان بياخد برونزية كاس العالم للاندية، فعدل البوست وكتب ما عدا كاس العالم للانديه عشان دي بطوله مهمه. انا مش هتكلم في الجزئيه دي. هو حضرتك نسيت ان انت خدت نادي القرن بالزور وبالباطل، مش عشان انت اكتر واحد واخد بطولات، لا، لان الزمالك كان واخد 9 وحضرتك واخد 7. لا، ساعتها اتعملت بالترتيب، اللي هو مثلا خدت قد ايه مركز تاني، خدت قد ايه مركز تالت، خدت قد ايه مركز رابع. تمام. فده اكبر دليل على ان الزمالك نادي القرن الحقيقي. واتمنى اللي يجادلني في الجزئيه دي. يعني الجزئيه دي الراجل طلع قال نجيب بقى المنتخب بتاعنا يرجع عشان نكمل بطوله الدوري والكاس، عشان خاطر الناموس يلعب بكامل قوامه الاساسي. يعني معللا ذلك بايه؟ بان دي ملهاش لازمه، ان هي حاجه معنويه. الحاجه المعنويه دي حضرتك اخدتها وخدت بيها بطل القرن، بان هو انت مش اكتر واحد نادي واخد بطولات في القرن العشرين، لا، انت واخد بطولات قد ايه، واخد مركز تاني قد ايه، تالت قد ايه، رابع قد ايه، عملتها بالترتيب وادوها لك ان انت نادي القرن. فده دليل بسيط من الادله العشرميه، ماشي، اللي بتدل على ان الزمالك نادي القرن الحقيقي. واتمنى ان اللي يجادلني في الجزئيه دي بس، ما يخشش في حاجات تانيه. والسلام عليكم.